السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناة عالم نيمو. النهاردة معادنا مع فيديو جديد وهنتكلم فيه عن حكاية المومياء الناطقة في مصر بين العلم والأساطير. لعنة الفراعنة والمومياء الناطقة مادة خصبة للأفلام والروايات وحكايات لم تفقد إثارتها رغم مرور السنوات. يؤكد عمال التنقيب في المناطق الأثرية المصرية أن إحدى المومياوات تحدثت إليهم رواية يحاول العلم تفسيرها. كثيرة هي الحكايات المثيرة التي يتناقلها عامة الناس من سكان المناطق الأثرية المصرية، والتي تقترب في تفاصيلها من الأساطير. ومن بين تلك الحكايات ما يرويه عمال التنقيب والترميمات الأثرية في قرى ونجوع منطقة القرنة الغنية بمعابد ومقابر الفراعنة غرب مدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر. قصة المومياء التي تحدثت إلى العمال طالبة منهم أن يغطوا ما تعرى من جسدها. وروى أحد شيوخ المرممين والذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية تفاصيل ما جرى قبل سنوات مضت في مقبرة الكاهن من تمحات في منطقة العساسيف الأثرية قرب معبد الملكة حتشبسوت. وقال إنه في أحد الأيام عندما توجه مع آخرين للعمل بمشروع لترميم مقبرة الكاهن من تمحات الشهير بأمير طيبة، لفتت نظرهم من بين مجموعات المومياوات التي وجدوها في المقبرة مومياء لإحدى نساء مصر القديمة، فنظر إليها هو ورفاقه من العمال والمرممين، ووجدوا شفتاها تتحرك وملامح وجهها تتغير وكأنها تريد أن تقول شيئا. وبالطبع اعتقدوا أن الأمر مجرد خيال، تركوها وانصرفوا للقيام بالأعمال المكلفين بها. وأضاف إنه في اليوم الثاني تكرر ما جرى ولفتت المومياء المثيرة نظرهم، وحين تأملوها وجدوها تتحدث إليهم بلغة قريبة من لغة الإشارة وكأنها تريد أن تقول لهم شيئا ما. وتابع وكما حدث في يوم عملهم الأول تركوا تلك المومياء وانصرفوا لأعمالهم، لكن في اليوم الثالث شعروا أن المومياء تتحدث إليهم بالفعل وتنظر إليهم وإنها تريد أن تبلغهم برسالة ما. ويقول إنه في اليوم الرابع من عملهم بالمقبرة التي تعد الأكبر من نوعها من بين المقابر المنحوتة في الصخر والمكونة من 3 طوابق، حضر بعض العمال وهم في لهفة لرؤية تلك المومياء، وظلوا ينظرون إليها وكأنهم يتبادلون حديثا صامتا معها، ثم رحلوا يروون لنا شيئا مثيرا. قالوا إنهم شاهدوا تلك المومياء في أحلامهم، وإنها جاءت لهم في لحظات نومهم وطلبت منهم طلبا غريبا. لقد قالت لهم المومياء حين ظهرت لهم في الأحلام: أريد منكم تغطية جسدي، لقد صرت عارية على يد لصوص المقابر، أرجوكم ضعوني تحت التراب. أما المدير العام الأسبق لمنطقة آثار الأقصر ومصر العليا سلطان عيد فرفض نفي أو تأكيد ما يروى عن المومياء الناطقة في مقبرة الكاهن من تمحات، وقال إن مصر القديمة عرفت الحكايات الأسطورية التي يتوارثها المصريون حتى اليوم،
كما عرفت السحر والقصص الخارقة، وأن هناك الكثير من القصص الأسطورية القديمة والمعاصرة التي لا نستطيع نفيها ولا نستطيع تأكيدها، مثل تلك القصة حول المومياء الناطقة في مقبرة منتمحات. لكن بعض الأساطير ينفيها العلم الحديث الآن، ولفت إلى أن هناك ما يسمى بعلم الأساطير عند علماء المصريات، وهي أساطير لا تتوقف حتى اليوم، مثل الحديث عن لعنة الفراعنة الذي ظهر بعد اكتشاف البريطاني هوارد كارتر لمقبرة الملك توت عنخ آمون. وهناك الحديث المثير عن المركب الذهبي الذي يظهر لليلة واحدة في العام وسط مياه البحيرة المقدسة في معابد الكرنك الفرعونية. وتوجد الكثير من الحكايات الأسطورية على غرار حكاية المومياء الناطقة في مقبرة منتمحات، والتي يتداولها الناس في الكثير من القرى التي تنتشر فيها مقابر ومعابد وكنوز ومومياوات الفراعنة. فهناك الرصد الفرعوني أو الحارس الذي يشعل النيران في جدران وأسقف للصوص الآثار. هناك بساتين أيضا ذهبية تظهر ثم سرعان ما تختفي قرب جبال إسنا جنوب الأقصر. وهناك العجل الضخم الذي يقف حارسا على تمثالي ممنون الشهرين في مدخل جبان الطيبة. وهناك المومياء المعلقة في منطقة سقارة، والتي تترك تابوتها لعدة ساعات في كل يوم لتطير في الهواء ثم تعود لتركض في التابوت ثانية. ورغم مرور السنوات يستمر الجدل حول حقيقة ما يسمى بلعنة الفراعنة، وتبقى هذه الأساطير المتداولة بمثابة اللغز المثير للاهتمام والجدل عبر الزمان.